عادل إمام هيحقق لمحمد رمضان حلم حياته ويمثل معاه في السينما، وصوفي نار قررت تعتزل الرقص وهتلجأ للتدريب. رامز جلال عمل مفاجأة في آخر حلقة من رامز جم الآخر، وهيجيب كريستيانو رونالدو وميسي. أسرار أعمال النجوم بعد موسم دراما رمضان ومفاجأة رامز جلال هتعرفوا تفاصيلها معايا في فيديو جديد من حكاوينا. الزعيم راجع تاني وهنشوفه على الشاشة مرة تانية، والمرة دي هيكون معاه نمبر 1. يعني تخيل انك تشوف فيلم فيه عادل امام ومحمد رمضان في فيلم واحد. ده هيكون اول حاجة يقدمها الزعيم بعد غياب 14 سنة بعد اخر فيلم قدمه زهايمر في 2010. طبعا الجمهور على السوشيال ميديا اول ما سمع حاجة زي كده انبهر وفرح جدا، خاصة انهم كانوا زعلانين من اعتزال الزعيم. كواليس فيلم الزعيم ونمبر 1 حصلت بعد زيارة محمد رمضان في بيته الايام اللي فاتت. هو هناك اتفقوا على فيلم سينمائي وهيكون المخرج فيه رامي إمام. المفاجأة مش بس تخص عادل إمام، كمان الفنانة الاستعراضية صوفي نار ناوية تعتزل الرقص خالص وهتاكل عيش من التدريب. وده مش علشان هي بطلت تحب الرقص، لا خالص، هي شايفة بس إن المجال بقى على الواسع وكلها بقت بترقص. صوفي نار فكرت ألف مرة قبل ما تطلع تعلن اعتزالها، لكن مش هينفع تكمل في السوق وهي شايفة إن في ناس كتير دخلت الشغلانة، وده مش رقص شرقي ولا غربي، لأن الرقص ليه أصول. علشان كده ناوية تسيب المجال كله، وشكلها كده ناوية على شغل كبير هتعمل له أكاديمية كبيرة وتخلي أجيال تخرج من وراها. الحكاية لسه ما خلصتش، ده الكاتب الكبير مدحت العدل أقنع رمضان صبحي إنه يروح للزمالك، وكمان رامز جلال أقنع زيزو إنه يروح للأهلي، وشرط إنه ما يكونش موجود في برنامج رامز جاب من الآخر. ومش بس كده، كمان رامز جاب كريستيانو رونالدو معاه في آخر حلقة مكان زيزو. هيكون في مفاجأة يومها، وهي إن ميسي هيكون في ضيف الحلقة مع كريستيانو. كل اللي احنا شفناه ده وسمعناه معناه كتير. كانت أبرز كذبات إبريل اللي الجمهور قالها على السوشيال ميديا. طبعا رد فعل الجمهور كان مختلف على كل كذبة. يعني موضوع رجوع الزعيم للتمثيل فرح ناس كتير جدا، وكلهم قالوا انهم مبسوطين ان الزعيم هيرجع للشاشة من تاني، ومش اي رجوع، ده هيكون رجوع مع نمبر 1. طبعا خبر صوفي نار ما عداش على الناس بالساهل، متابعين كتير من محبيها زعلوا قوي وقالوا ان ازاي ده وليه هتبطل، وكلهم نصحوها انها تكمل وملهاش دعوة بحد. كمان في منهم فرحوا انها هتعمل اكاديمية رقص، وفي اجيال كتير هتخرج من ايد صافي نار. في النهاية بقى شاركوني برأيكم، هل ايه الكذبة اللي تتمنوها تبقى حقيقة في الكلام اللي سمعتوه ده كله؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.